مجددا سيداتي سادتي في بطولة كأس الخليج العربي 25 في بصرة الفيحاء. ونشاهد الآن تنفيذ ضربة الجزاء للسندباد في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. يمشي السندباد يا كبير يا خطير يا خبير، وعلى طريقة السفاح يسجل هدف للتاريخ يا جميل. لا 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 البساط ما عاجب الوضع بالمرة يا السندباد. هذه المرة شلون ترضي يا السندباد؟ هاي عليها سويدية بصراوية. مرحبا حبايب قلبي، شلونكم وشلون الصحة؟ عساكم يا رب تكونون بخير. ورجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. فيديو اليوم راح نتكلم به بعدة محاور، ولكن المحور الأساسي راح يكون بطولة الخليج في البصرة الفيحاء. بطولة الخليج 25 ستقام على الأراضي العراقية، وخصوصا في مدينة أو محافظة البصرة العزيزة. خليكم ويانا وتابع الفيديو للأخير. لازم نشجعكم لأن الحب تشجعونا، بنقول من يا طائفة كلكم تمثلونا، انتم مثل شط العرب وين تجمعونا. العراقي العراقي ابو الغيرة، العراقي 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 ابو الغيرة، العراقي العراقي اساس الملاعب. العب سلم انطلق عوف الوقت يجي. ورجعنا لكم حبايب قلبي، وراح نتكلم عن بطولة الخليج المقامة في بصرة الفيحاء. بطولة 25 اللي بعد ما أقرها الاتحاد الخليجي، وراح تكون إقامتها المفروض قبل بطولتين هي تكون في البصرة أو في بغداد، ولكن تعرفون الظروف اللي حاطت بالبلد، والحمد لله وافقوا على بطولة 25 في البصرة. ولكن عندنا تساؤلات للمدرب الجديد اللي راح يقود دفة المنتخب العراقي، وهو الإسباني كاساس. من هو كاساس؟ عنده إنجازات إسبانية؟ هذا أنتم راح تجاوبون عليه من خلال التعليقات أو الكومنتات. هل سبق ودرب منتخبات عربية؟ كذلك أنتم راح تجيبون على هاي الأسئلة. أنا موجودة عندي كل الأسئلة أو الأجوبة عفوا من خلال هذا اللايف اللي راح نتكلم عن بطولة الخليج وإقامتها في بصرة الفيحاء. هل هذا المدرب قادر على قيادة منتخب العراق إلى بر الأمان؟ هل راح يغير من استراتيجية المنتخب العراقي ونقل الكرة الحديثة الإسبانية؟ كنا نعرف الكرة الإسبانية من أقوى الدوريات على مستوى أوروبا، يملك منتخب قوي، يملك أندية قوية، يمتلك ميزانية قوية جدا من خلال الدوري الإسباني وفعاليات الدوري الإسباني على مستوى العالم، أمثال ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وإشبيلية والأندية اللي موجودة في الدوري الإسباني. هل هذا المدرب قادر؟ أعتقد لم نرى أي شيء بالوقت الحالي عن المدرب الجديد اللي راح يقود المنتخب العراقي في بطولة الخليج. راح تكون بصماته واضحة في بطولة الخليج، ما هي إلا إعداد إلى بطولة آسيا. بطولة آسيا هل راح نشاهد منتخب مغاير على ما شاهدناه بالأيام اللي مضت؟ هذا اللي راح يجاوب عنه المدرب الإسباني. خليكم ويانا وتابع الفيديو للأخير.
رجعنا وياكم وأجواء بطولة الخليج اللي راح تقام في البصرة، ولكن نتمنى من الجماهير العراقية أن تكون خير عون للاتحاد العراقي، مو دفاعا عن الاتحاد ولا دفاعا عن الشخصيات اللي حاليا تقود الاتحاد أو الكرة العراقية عفوا، ولكن حتى نقدر ننجح البطولة. ما تنجح البطولة إلا بجمهورها. أما جانب التنظيم والجانب الأمني والجانب القانوني والجانب الفني للمدرب أو للاتحاد، كل هذا ملزم به الحكومة العراقية والاتحاد العراقي. ولكن أنت كمشجع أو أنت كرياضي عليك أن تتبع الخطة الأمنية والأمور القانونية اللي تحيط كل مباراة وأثناء الملعب. أتمنى من تدخل للملعب تكون بنفس قيافتك، ومن تخرج من الملعب بأنه تنظف مكانك، تنظف أي كرسي قريب عليك. يعني أنت الكرسي اللي راح تجلس عليه وتشاهد مباراة المنتخب أو أي منتخب عربي ثاني خليجي، أتمنى من كل مشجع عراقي وكل متابع من يجلس على المدرجات حتى ننقل الصورة الحضارية الحقيقية للجمهور العراقي المثقف في بلداننا الخليجية والعربية والعالمية. أتمنى، هذا رجاء من رياضي مغترب، بأنه تكونون وتتحلون بالثقافة الرياضية الحقيقية عندما تدخل الملعب. مثل ما تشوفه نظيف، أتمنى من تخرج بأنه تنظف مكانك. أرجع مرة ثانية أقول حتى ننقل الصورة الحقيقية للشارع الرياضي العراقي. خليكم ويانا والفيديو ما انتهى، عندنا سلسلة أسئلة وأجوبة بنفس الوقت وتساؤلات للجمهور والشارع العراقي، لأن إحنا مفتقدين الكثير والكثير في شارعنا الرياضي. فتابعوا ويانا الفيديو للأخير. نرجع على الأجواء اللي تسود المنتخب العراقي. احنا كنا نعرف بأنه، عذرا أنا خطأت بالكلام، أعتذر، ما راح أقص هذا الشيء، راح أخليه على طبيعته. بأننا نعرف منتخبنا اتجمع تقريبا صار له 5 أيام أو 6 أيام من هذا اليوم. طبعا تاريخ اليوم هو 29/12/2022. أرجع أقول ما هي إلا أيام قليلة إن شاء الله، وراح ندخل في سنة جديدة. أتمنى من الله بأنه تكون سنة خير لكل الناس ولكل العراقيين ولكل أهلنا في أرجاء وطننا العربي. نرجع إلى موضوعنا الرئيسي، والمحور الرئيسي هو منتخب العراق ومشاركته على أرضه وما بينه وبين جماهيره في بصرة الفيحاء. هل المنتخب قادر بأنه يتخطى المرحلة الأولى؟ هذا سؤال. هل المدرب الأجنبي بالوقت الحالي هو من سينقذ الكرة العراقية؟ هذا السؤال الثاني. هل اللاعبين المتواجدين حاليا في المنتخب العراقي هل هم الأجدر بارتداء فانيلة المنتخب؟ هذا التساؤلات اللي دي سائل عنها الشارع العراقي. هل استعداداته كافية؟ هل راح تكون محطة لبطولة آسيا أو الأمم الآسيوية؟ هذه كلها تساؤلات من الشارع العراقي، وإحنا كرياضيين نسأل المعنيين في الكرة العراقية. هل المنتخب قادر؟ هل المدرب قادر؟ هل اللاعبين قادرين بأنه يجتازون هاي المرحلة؟ هذا اللي راح يجيب عنه الاتحاد والمدرب واللاعبين اللي هم راح يخوضون غمار وبطولة الخليج. وإن شاء الله يا رب تكون هذه البطولة هي فاتحة خير لكل أهلنا العراقيين ولكل من يعشق كرة القدم في بلادنا، بلاد المنتخب العراق عفوا، أو بلدنا العزيز بلدنا العراق. فأتمنى بأنه تكون الموفقية يا رب والنجاح الدائم. حاليا هسه احنا راح نتكلم بالوقت الحالي بهذا الوقت عن المنتخب، ولكن الأيام القادمة راح تكون هنالك تحليل، وبعض الشخصيات الرياضية راح يتحدثون حتى من الشارع العربي أو الشارع الخليجي. راح نصور لكم أو ناخذ لكم بعض الآراء من الشارع العربي اللي متواجد في ألمانيا. انتظرونا إن شاء الله بقادم الأيام، وراح تكون وياكم سلسلة من الأسئلة من الشارع وسلسلة من الأسئلة من المتابعين اللي متواجدين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلا من خلال
برنامج استكان شاي أو بانوراما مع كابتن خالد أو برنامج نسمات رجل في الغربة. تابعونا إن شاء الله وراح نوافيكم أول بأول. أتمنى الفيديو ما طلت عليكم، وأتمنى مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ورب يوفقنا ويوفقكم. تابعونا وانتظرونا بفيديو ثاني خلال الأيام القادمة. تحياتي لكم وأتمنى لكم سنة قادمة مليئة بالأفراح والمسرات والأمن والسرور لبلدنا العراق العزيز. أودعناكم أخوكم الكابتن خالد من ألمانيا. مجددا سيداتي سادتي في بطولة كأس الخليج العربي 25 في بصرة الفيحاء، ونشاهد الآن تنفيذ ضربة الجزاء للسندباد في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. يمشي السندباد يا كبير يا خطير يا خبير، وعلى طريقة السفاح يسجل هدف للتاريخ يا جميل. لا 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 البساط ما عاجبه الوضع بالمرة يا سندباد. هذه المرة شلون ترضي يا سندباد؟ هاي عليها سويدية بصراوية.